وزي ما قلت لك قبل كده ما تخليش الساعه تفصل منك نهائي وتحاول تشغلها كذا مره عشان ده بيخلص نسبه الشحن الموجوده في البطاريه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، احنا ناس في الدنيا، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بكم في فيديو جديد. وطبعا زي ما انت عارف او اللي انت لسه ما عرفتش ان في 3 مهم لازم تعملهم مع اللايك والشير، وطبعا اشترك في القناه وفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد ان شاء الله انا انزل. وفي السريع المفيد كده اقول لك عن القناه بتاعتنا بتتكلم عن ايه. بتتكلم عن السمارت ووتشز عامه بكل امكانياتها بكل حاجاتها، بالنسبه للاسعار، بالنسبه للاشكال، بالنسبه عامه اي حاجه نزلت السوق، وبالنسبه طبعا لقطع الغيار موجود عندنا طبعا كل الحاجات دي. لو انت بتدور على حاجه وما اشتريتهاش فعندك لينك للموقع بتاعنا اللي هو الكينج ستور موجود في الديسكربشن تحت، ممكن تشتري من عليه. ندخل في الموضوع على طول، نتكلم عن السمارت ووتش بتاعتنا اللي نتكلم عنها او ان هي اتكلمنا عنها كتير جدا ومشهوره وشغاله دي لها فتره طويله بالنسبه لاكتر من سنه، فهي الاكس 8 الترا بلس. بص الساعه دي بصراحه اشهد لك ان هي ساعه توب، ما تقوليش اكس 9. الاكس 9 على فكره يا جماعه زي ما قلت لك قبل كده فيها مشاكل كتيره جدا، وهي اول مشكله ان هي ما فيهاش نظام ال 12 اللي هو 24، يعني انت الساعه ما بتيجي عندك 12 بتقلب ل 13، ما بتقلبش لوحدها، فده مشكله يعني، او دي مشكله في ناس كتير جدا هتتضايق منها. فانا بنتكلم بقى على حاجه اللي هي الاصيله اللي عايشه لحد دلوقتي كده وشغاله ومفيش مشكله فيها. طبعا في نزل في منها تقليد كتير جدا بالنسبه للسوق، فانا جايب لك بقى ايه الحته الاصليه اللي هي لسه مكمله لحد دلوقتي. تقريبا الفيديو اللي انا اتكلمت عنها قبل كده كان من حوالي سنه تقريبا، فهنتكلم عنها النهارده كده تاني ونشوف هي اتغيرت ولا لا. طبعا زي ما قلت لك قبل كده العلبه بتاعتها من بره بتلمع علامه البرنامج اللي هو وير فيت برو، وطبعا الدبليو اند او شغاله معاك برده بتلمع. طبعا الثانيه برده اللي هي التقليد بتعمل نفس الحركات بس اللون بتاعها ميت شويه عن كده، يعني انت يعني مش هحكم لك برده باللون عشان انت مش هتعرف تفرق قوي. فكره ان انت تفتح الساعه بقى وتشوفها نفسها، لو انت مش متاكد افتحها عند الشخص اللي انت شاري منه، او لو انت جايبها اونلاين اتاكد كويس جدا ان انت شاري الحاجه الاصليه. والتقليد يا جماعه البرنامج بتاعها ما بيكونش وير فيت برو، بيكون تقريبا برنامج تاني اللي هو هاي واتش تقريبا، او تقريبا هو هاي واتش تقريبا، او اي حاجه من الشغل ده. فهو ده تقريبا بيكون حاجه تقليد، فالتقليد معاك بقى ما بيكونش فيه البرنامج ده، هو بيكون موجود هنا بس اول ما تفتح الساعه وتعمل سكان للكيو ار بتاعها بيجيب لك برنامج تاني خالص. فنفتح الساعه كده من جوه نشوف هي لسه عايشه ولا لا. طبعا الكتالوج قدامك، الكتالوج بتاعها بيكون خامته كويسه جدا، وركز على كلمه الخامه دي، واللون بتاعه كويس، واللي قدامك ده بيكون 5 ورقات قدامك اهو، يمين وشمال لغه اجنبيه واللغه اللي هي الصيني. نركن ده على جنب كده عشان احنا مش محتاجين منه حاجه تقريبا. نتكلم بقى عن الساعه نفسها. طبعا بالنسبه للاستراب بتاعها، فالاستراب زي ما قلت لك اللي هو في حته المعدن ده اللي هو الاصلي، فهو بيكون استراب بصراحه خامته ممتازه جدا، اللي هو ممكن تشتريه اصلا قطع غيار بنفس الخامه برضه. بالنسبه للشاحن بتاعها، فالشاحن بتاعها قدامك اللي هو الشكل اللي هو العادي ده، بس شايف الطول الشاحن يعني تقريبا 60 سم، وبيكون في لمبه من هنا كده، ودي حاجه مهمه جدا بالنسبه للسمارت ووتش اللي انت هتشتريها. بالنسبه للاكس 8 الترا بلس لازم يكون بينور بالشكل ده، والنور بتاعه بيكون نور اخضر كده. وزي ما قلت لك لو الشاحن بتاعك باظ انت ممكن تشتري غيره عادي جدا، بس اهم حاجه ان هو يلزق على السمارت ووتش بتاعتك زي القديم. نيجي بقى يا باشا للساعه نفسها كده، ونفتح الساعه ونشوف امكانياتها اتغيرت من جوه ولا لا. بصراحه الساعه دي من اول ما مسكتها اول مره تقريبا من سنه كانت عجباني قوي، او ان هي فوق. بص يعني سقف طموحاتي كان هنا، هي كانت هنا، كانت عاليه قوي، كانت بصراحه بالنسبه للخامه وبالنسبه للشغل. انا مش ببيع لها ان انا ببيع منها ولا حاجه، انا ببيع وموجوده في اي مكان، بس انا بكلمك فعلا ان هي حرفيا كويسه. فبالنسبه لخامه الساعه من بره، الخامه بتاعتها مط كده وحاجه بصراحه يعني باينه ان هي عاليه وراقيه. بالنسبه طبعا للمسامير الموجوده قدامك، المسامير بتاعتها واللوك طبعا بيكون شغال. عندك هنا زرار الاختصار اللي هو البرتقاني ده، لونه برتقاني زي ما انت شايف كده، وخامته تحسها معدن يعني ما تحسهاش بلاستيك، لو بلاستيك يبقى هو فيك او اللي هي تقليد. وطبعا بيكون فيها نظام اللي هو الاولويز اون ديسبلاي اللي هو قدامك ده، اللي هو لو الساعه بتاعتك مقفوله الساعه بتفضل شغاله عادي، وده طبعا بياخد من البطاريه او بيشتغل معاك في البطاريه، فانت لو عايز تغيره او تقفله ممكن انت تقفله عادي من الاعدادات بتاعتها. بالنسبه بقى للخلفيات، فالخلفيات بتاعتها زي ما هي ما اتغيرتش، ودي بصراحه حاجه ممتازه جدا، وهي اللي يعتبر احسن خلفيه بالنسبه لي اللي هي الخلفيه البرتقاني دي، اللي هي بتمشي مع الاستراب البرتقاني، بتبقى جامده جدا بصراحه. فنفتح كده ونسحب من فوق الاعدادات بتاعتها، هي ما فيهاش اي مشكله، ما تغيرش فيها اي حاجه بالنسبه للشاشه نفسها، او بالنسبه كمان للبلوتوث بتاعها.
فدي حاجه ممتازه جدا ان هي شغاله زي ما هي. وطبعا الفكره ان هي موجوده في السوق وان هي رخصت، فاحنا بنتكلم عنها تاني عشان هي رخصت. انا كنت بقول بسعر والنهارده هنتكلم بسعر تاني خالص. لو سحبنا من تحت طبعا كده هيقول لك مسج ان هو مش موجود اي حاجه، وسحبنا من الجنب طبعا زي ما قلت لك ده يعني زي الاشعارات زي ما بتسحب من تليفونك من فوق كده في كل البيانات اللي انت عملتها وكل الاختصارات اللي هي السريعه. لو سحبنا من الجنب كده طبعا هيجيب لك البرنامج بتاعه ويجيب لك شويه حاجات كده رياضيه. فهنرجع لورا كده وندخل على التطبيقات من جوه. ندخل طبعا على اول حاجه وهي الاعدادات، نشوف الاعدادات بتاعتها بتتكلم في ايه. طبعا الاعدادات بتاعتها باللغه الانجليزيه، احنا عايزين نقلبها باللغه العربيه عشان انا معلش ايه ثقافتي عربي بس. فهنفتح كده ونشوف طبعا الامكانيات بتاعتها بتتكلم في ايه. فاول حاجه طبعا بتلاقيها قدامك رفع المقسم ان هو تعمل ايدك كده الساعه تشتغل معاك، وساعه بجانب السرير. في عندك هنا الشاشه الهاتفيه القابليه دي طبعا نفتحها كده او تقفلها. فهو بيقول لك ايه بقى، سيتم تقصير عمر البطاريه طبعا في اضاءه الشاشه، وتدخل على وضع السكون لوجه الساعه عندما ترفع معصمك. فماشي احنا نقفل الموضوع ده عشان هو طبعا زي ما قلت لك بتفضل منوره، فدي حاجه طبعا بتستهلك من البطاريه. مده الشاشه اللي هي 90 او خليها مثلا 60 ثانيه. نيجي هنا كده مثلا وقت ايقاف الشاشه نخليه مثلا 20 او 10، خليها 10 عشان احنا شغالين عليها دلوقتي. اعدادات اللغه ظبط الوقت ودي مهمه جدا، وطبعا شغال معاك نظام بص يعني هي فخامه، هي فيها نظام ال 12 وال 24. الاكس 9 مش عاملين فيها النظام ده مش عارف ليه، هي المفروض اعلى منها واحدث منها مش معمول فيها الحوار ده. فلو رجعنا لورا كده طبعا عندك اللي هو ظبط السطوع احنا هنعملها 80. اعدادات الاتصال ودي مهمه جدا بالنسبه لك انت بقى، يعني اعملها على حسب كيفك. في عندك الصوت والاهتزاز ده طبعا برضو زي ما انت عايز ان انت ممكن تستخدمه. اعدادات المفتاح الجانبي شوف انت بقى عايز تستخدمها ايه، انا مستخدمها طبعا للرياضه. في عندك هنا عدم الازعاج، وعندك تذكير بالصحه ودي طبعا ما شاء الله يعني دي حاجه بصراحه تحفه. انا تقريبا القديمه ما كانش فيها الحوار ده، فهم اضافوا فيها الموضوع ده او حدثوها ان هو كل ده موجود عندك اصلا في الابلكيشن. بس الفكره ان هو خلوها معاك هنا ان انت تعمل كل حاجه بالنسبه للسمارت ووتش بتاعتك من غير تليفون. وضع توفير الشاشه ده او وضع توفير البطاريه، فدي حاجه مهمه جدا بالنسبه لك. لو البطاريه بتاعتك هتفصل وانت في مشوار فحاول ان انت تشغله عندك كلمه السر شغاله معاك عادي. في عندك هنا طبعا القوم بتوصيل الهاتف طبعا عشان هو يجيب كل البيانات على السمارت ووتش بتاعتك. طبعا هنا حاول كل حاجه بالنسبه للسمارت ووتش، بالنسبه لاسمها، بالنسبه للكود بتاعها، بالنسبه لكل حاجه. فعندك هنا اغلاق، اعاده تشغيل، اعاده ضبط المصنع، مفيش حاجه تانية ممكن نتكلم عنها. بالنسبه للاعدادات نيجي مثلا على اللعب، فعندك هنا لعبتين. في عندك هنا طبعا بيقول لك ده بقى يعني اللعبه دي غبيه قوي، يعني معلش الكلمه بقى نقف هنا شويتين. اللعبه دي غبيه، هي اسمها لعبه الاعمى. يعني انت لازم تكون اعمى او يوريك ان انت ازاي ان انت ما بتعرفش تفرق بين الالوان او درجه الالوان. فهي زي ما انت شايف كده انا شغال عليها اهي، مفيش مشكله يا باشا. انا الحمد لله نظري 6/8 فشغال معاك عادي مفيش مشكله. زي ما انت عايز تروح يمين وشمال وهيشتغل معاك لحد ليفلات عاليه جدا. فنيجي للعبه الثانيه بقى اللي هي حارس المرمى. فاللعبه بصراحه يعني جميله بصراحه شغاله معانا، اللي هو يا دوب بس تتحرك يمين وشمال زي ما انت عايز بقى الكور اللي انت شايفها دي. وعندك هنا طبعا شويه شغل جامدين كده، بس هي صراحه شغاله زي ما قلت لك. انا قبل كده انا يعني ما بحفظش حكايه اللعب على السمارت ووتش، زي ما قلت لك بتخلص لك البطاريه، او ان هي حاجه تافهه قوي ان انا هقعد العب في السمارت ووتش بتاعتي وانا قاعد كده في مواصلات او في مكان عام. بصراحه يعني حاجه تافهه او ان انا شايفها تافهه. فنيجي هنا مثلا نرجع تاني بالنسبه للحاجات القياسيه بتاعتها. فبالنسبه للحاجات القياسيه هنا نتكلم شويه ان الحاجات القياسيه بتاعتها زي ما هي شغاله 100%. يعني احنا ممكن نعتمد عليها، الكلام لا، يعني ممكن ما نعتمدش عليها. الفكره ان احنا ممكن عادي ان هي تشتغل، بس انا لو شخص مثلا لا قدر الله تعبان او عيان ان ما ينفعش ان انا اخد ده على محمل الجد ان هو ده فعلا النبضي مثلا كذا ونسبه الميه في الجسم كذا. لا، هو مفيش الكلام ده خالص. هي حاجه رياضيه وشغاله معاك عادي مفيش مشكله فيها، ان هي هتجيب لك حاجه تقريبا للي هي الاوريجينال او الحاجات اللي هي الاصليه. فعندك هنا لو رجعنا لورا مثلا بالنسبه للحاجات الرياضيه دي انا بقول لك بقى ان هي اساسيه 100% وشغاله مفيش مشكله فيها. نيجي بقى بالنسبه للواتساب او الفيسبوك. فطبعا هنا زي ما قلت لك برده ان هي اشعارات بس، هيجي لك اشعار ان فلان الفلاني مثلا بيبعت لك رساله، اما انت هتعرف تقراها؟ لا، مش هتعرف تقرا الحوار ده. فهنا عندك شكل الكاميرا اللي شايفه قدامك ده هنا الساعه نفسها ما فيهاش كاميرا، هو بيشغل لك كاميرا الموبايل بتاعك بس. انت كل اللي عليك ان انت هتدوس هنا هتلقط معاك في الموبايل بتاعك. نرجع لورا كده مثلا ندوس على اللي هي شكل السير اللي قدامك ده. طبعا اللي بيقول لك لازم ان انت تقترن بالبلوتوث الاول عشان يشتغل معاك.
فعندك هنا طبعا آلة حاسبة وشغالة 100 100 زي بتاعة الايفون بالملي، نفس الشكل مفيش فرق بينهم. فتقريبا كده ممكن نشوف حاجة تانية نتكلم عنها بالنسبة للسمارت ووتش. فبالنسبة مثلا للموسيقى بتاعتها، فهي الموسيقى طبعا لازم تشتغل معاك من التليفون، لازم تعمل اقتران كونكت الاول بالبرنامج، وبعد كده تروح على البلوتوث تعمل كونكت. بالنسبه للبلوتوث بتاعها ان انت كل اللي عليك هتسحب بس الساعه من فوق هنا كده، ثواني نسحب من فوق كده، هتشغل الخانه اللي انت شايفها قدامك دي اللي هي على شكل نغمه وفيها بلوتوث. ده كده هيشغل، هيبان لك معاك على البلوتوث بتاعك ان هو في ساعه اسمها اكس 8 الترا بلس، هتدوس عليها هيشتغل على طول بالنسبه للصوت وبالنسبه للموسيقى. وطبعا بالنسبه للبرنامج بتاعها فانت ممكن تحط صوتك خلفيه عادي جدا مفيش اي مشكله. برنامج وير فيت برو بيقدم لك شويه شغل كده جامدين بقى، طبعا على حسب امكانيات الساعه، يعني هو بيشتغل على ساعات كتير جدا اعلى واقل من دي، بس الفكره كلها بيدي كل ساعه الامكانيات بتاعتها بس مفيش اكتر من كده. فنتكلم مثلا بالنسبه لبطاريه الساعه دي بتتكلم في ايه. فبطاريه الساعه دي بتتكلم معانا هنا في حدود تقريبا 4 ايام شغاله او 3 ايام على حسب استخدامك. معلش انا حركت بتاع رجليا كانت عندك، فتشتغل معاك 3 ايام او 4 ايام، ممكن تخلصها في يوم واحد على حسب استخدامك. بس اقدر اقول لك ان البطاريه بتاعتها كويسه وشغاله معاك عادي. وزي ما قلت لك قبل كده ما تخليش الساعه تفصل منك نهائي وتحاول تشغلها كذا مره، عشان ده بيخلص نسبه الشحن الموجوده في البطاريه. ده ممكن يودي بعد كده ان انت تروح تعمل لها صيانه وتفكها عشان تشحن البطاريه من جوه. فاحنا في غنى عن الموضوع ده خالص، ان انت اول ما الساعه بتاعتك تفصل ما تفتحهاش غير لما تشحنها الاول. نيجي بقى لحته السعر، ودي حاجه مهمه جدا نتكلم عنها في الفتره دي، ان سعرها طبعا بيتراوح معاك من 850 جنيه لحد 900 او 950 على حسب المكان اللي هتشتري منه، لان هي طبعا في الطالع والنازل، بس اكتريه في الفتره اللي احنا فيها دي هي في النازل بس لو لقيتها اقل من 700 ما تشتريهاش، لان دي هتكون التقليد. تعالى بقى خد الزتونه بتاعت الفيديو بقى، انا هخليها للاخر خالص عشان ايه الناس اللي هي متابعه ومكمله لحد دلوقتي هم اللي يستحقوا الموضوع ده. انت لو هتفتح برنامج وير فيت برو زي ما انت شايف قدامك كده، نفتح البرنامج بتاعها وعاوز مثلا احط صورتي خلفيه، هتدوس على الخانه اللي قدامك زي ما انت شايف كده، الخانه اللي انت شايفها دي هتدوس على كل الوجوه اللي موجوده، هتدوس عليها تخش عندك، هتدوس بقى ايه، شايف الحته اللي فوق دي اللي هي البيضه اللي انت شايفها قدامك دي، الحته البيضه دي بقى هي بتكون فيها مكان الخلفيه، هي ممكن ما تظهرش عندك، ممكن ما تظهرش كلمه كل الاوجه اللي قدامك دي، انت هتدوس عليها كده في النص في الفضاء عادي، هتبان لك شكل الالبوم اللي قدامك ده، هتدوس على الالبوم وتضيف بقى الصوره اللي انت عايزها عادي. ودي حاجه مهمه جدا في ناس كتير ممكن ما تكونش عارفاها. فلو وصلت لحد هنا يا ريت تعمل لايك، ولو مش مشترك في القناه فكده هزعل منك بصراحه، لان انت لازم تشترك في القناه وفعل جرس التنبيهات. وطبعا لو عايز تشتري الساعه دي او عايز تشتري قطع غيار ليها او اي ساعه ثانيه، فعندك لينك الموقع بتاعنا اللي هو الكينج ستور، ممكن تشتري من عليه. طبعا لو ما لقيتش حاجه مثلا على الموقع ده او ما لقيتش الساعه اللي انت عايزها، عندك لينك الانستجرام الفيسبوك الواتساب، ممكن تبعت لي على اي واحد فيهم وانا هكون معاك. وممكن طبعا تتابعنا على الانستجرام بتاعي اللي هو مصطفى العجمي 2000، وده طبعا انا بنزل عليه شغل جامد جدا بالنسبه للرياضه بقى، وبالنسبه للتغذيه، بالنسبه للجيم، بالنسبه لكل الحاجات اللي هي الجامده دي، بالنسبه طبعا للمبيعات عامه، بالنسبه للشغل المحلي بتاعي، فبعمل شويه عروض جامده جدا وشويه خصومات. فتابع انت كل الحاجات دي عشان ما تخسرهاش، كده كده انت مش خسران حاجه، انت تعمل فولو بس كده وهتلاقي بقى شغل جامد جدا، ممكن يعجبك حاجه منهم ممكن تشتري وانت هتطلع المستفاد في الاخر. وبس كده تقريبا مفيش حاجه ممكن نتكلم عنها، وعايزك دايما تستناني فيديوهات جايه كتير ان شاء الله، وزي ما بقول لكم دايما فكروها صح.